اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وأصحابه أجمعين. مساء الهنا والسكر والسعادة على عيونكم يا حبايبي. زي ما انتم شايفين معايا بطاطس غسلاها زي الفل، وراح نسلقها وحطيت لها ملح ماشي، وحط لها مية سخنة مسخنة عشان تغلي على طول، وعصرت على عصرة ليمونة عشان الحلة ما تسودش ماشي. وطبعا هنطبخ طبق بامية ويكا زي العسل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت الحلة على النار وحطيت شوية زيت، وهنا الدهنة اللي أنا كنت مسيحاها خدت معلقتين ماشي، حاجة عظمة وفرمة بصلة اهوت. صلاة النبي حاجة زي السكر يا بنات. جربوا البامية الويكة دي مش هتزهقوا منها أبدا. هنا كمون وفلفل اسود وملح، وطبعا مكعب. هسيبها تاخد لون معايا دهبي حلو كده يا جماعة. هيت صلاة النبي حاجة زي السكر. نزلت طبعا بالطماطم. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. طبعا ما نضيفش غير الكمون بس والفلفل الأسود بس والإيه. هنا شايفين البامية كنت مفرزاها. ما بنحبش نضيف للبامية توابل ياما والله، يعني بتضيع معناها والله. الكمون والفلفل الأسود بس والملح، وكان مكعب مرق دجاج ولا حاجة. بعدين احط لها دهنة، يعني الدهنة دي زي اللحم الجزار بالظبط اهو. ننزل طبعا حتى لو مجمدة عادي يعني. ننزل بقى كده طبعا في الايه، في الصلصة. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام اهوت. انما نحب نضيف لها المية بتاعتها كلها مرة واحدة ونهوت عليها، لانها هي لو متاخديش بالك منها جعربي ايه بيشيط من تحت. هنا طبعا راح نعجن رقاق، حاجة حلوة وزي العسل والله يا بنات اهوت. والله خبزة لوحدي الحمد لله. وطبعا ضفت ايه تذكرة بيكنج باودر. بنحب نعمل الرقاق بتذكرة بيكنج باودر. هنا لبن رايب ماشي. انا كده كنت بنشيل الوش بتاع اللبن ايه، حسيته انه ناشف شوية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا طبعا بنضيف نص السمنة مع اللبن كده ونخلي شوية في الاخر نلم بهم العجين او زي ما انتوا شايفين. انا طبعا قلت نسرع الفيديو ونوريكم انا بنعجن ازاي. انا كنت هنعجن وبعدين نرجع معاكم تاني، بس قلت لا نوريكم انا بنلم بس حرف العجانة ازاي ماشي. زودت كمان شوية مية. الرقاق دي بحب اللت يا بنات عشان ايه بيتراح، لما تريحيه ما تقطعش منك. بنلم العجانة بتاعتي بتكون زي الفل ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. طبعا ما تدققوش في رجل يوسف ابني هو جنبي مني. كده اهوت. انا ضفت بقية السمنة في الاخر ماشي. زي ما انتوا شايفين العجينة بتتلم معايا بتروح زي العسل والله، ناعمة وجميلة. وهنجيب رشة دقيق كده نلم بها العجانة عشان عجانتي تبقى نضيفة وايديا نضيفة وتكون زي الفل اهوت. شايفين نلم العجانة كده بالراحة، ولا البلاستيكة اللي بتعجيني فيها بشوية دقيق صغننين كده، معلقتين دقيق زي ما انتوا شايفين اهوت. بسم الله ما شاء الله. شوية رقاق زي العسل، واللبن الرايب دي بخلي الرقاق ناعم، يعني بخليه جميل ناعم وحلو يعني وما بتكسرش ولا حاجة بس يبقى طري. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. والعجينة الشتا دي بتكون طرية شوية. هنا طبعا أنا سبت العجينة ترتاح. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي أنا طبعا ايه دقة فصين توم، مش مكترة توم يعني. هو فصين أو 3 فصوص توم عليهم حبة كمون ماشي. هنعمل طشة لل... للويكا ماشي. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. اهي صفرت يا دوب كده ونزلت بيها. صراحة صراحة بتخلي البامية في حتة تانية خالص ما شاء الله، بتكون زي الفل. هنا طبعا الرقاق بعد ما جرسته ماشي. وزي ما انتوا شايفين
انا طبعا هنشوي بتنجان وهنشوي شطة. مش عارفة في حد زي بيحب الشطة المشوية ولا لا. هما 5 قرون شطة همت. ماشي. صراحة جربوها بتكون جميلة وتحفة ولو صحية عن ما تكون شوربة زيت. هنا طبعا شايفين انا ايه مبطة الرقاق. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. غدا النهاردة دي جميل جنب الرقاق والله العظيم بيكون تحفة صراحة يعني ما شاء الله ما شاء الله. اهوت الرقاقة في ايدي حلوة زي الفل بالريحان. ماشي. اهوت. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. شايفين الرقاق طالع زي الفل ما شاء الله. ما شاء الله زي الفل. اهوت حاجة حلوة وزي الفل صراحة. ما شاء الله. حاجة زي الفل. هنا شايفين بعد ما خلصت كمية الرقاق معايا. هما دول 3 كيلو دقيق يا جماعة. مش كتير يعني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كمية الرقاق زي ما قلت لكم انا عاملة 3 كيلو دقيق. ماشي. بسم الله ما شاء الله عملوا كمية محترمة. ما شاء الله زي الفل. اهوت ايه. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا ايه وحدانية يعني. الرقاق طري جميل اهوت بنعمل نخبز على نفسي والله مع نفسي كده. كان عندي بنت كبيرة واتجوزت. معيش بقى غير العيال بقى صغيرين في الابتدائي. هنا طبعا هنعمل ايه بتنجان مشوي. هما بسموه بابا ايه غنوج. بس صراحة أنا هنا بنقوله بتنجان مشوي. ماشي. حطيت زي ما شفتوا كزبرة وجرنشات سبايسي كده مقطعاه قطع صغيرة. وطبعا حطيت ايه فرمة فصين توم 2. حطيت فص توم كده. ماشي. وحطيت كمون. حبيبي يا رسول الله. وطماطم. ماشي. وزيت وملح. كده بصوا هو كده جميل صراحة. ادي الشطة المشوية بنقشرها معاكم اهي. هي زي الفل صراحة انا بنحب الشطة المشوية دي يعني بصوا عيش صراحة. احسن من الشطة المقلية ما تاكليها تكون كلها زيت. كده بتكون جميلة صراحة. هي ما شاء الله زي الفل. وصحية. هنقطعها بقى قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم البتنجان المشوي ما بنضيفش عليه غير ايه فص توم كده مفروم وكزبرة وجرنشات سبايسي. وطبعا معلقة خل وليمونة. ماشي. وكمون وملح بس. هنا طبعا الشطة برضو نفس اللي انا ضفته على البتنجان هنضيفه على الشطة. صراحة الشطة دي بتكون تحفة والله العظيم بتكون جميلة. وليمون كمان عليها بتكون تحفة تحفة تحفة. ممكن تعملها وتملي علبة صغيرة كده وتحطها في التلاجة. ما شاء الله عليها. شايفين بقى دي غدانا النهاردة. ماشي. طبعا شايفين البطاطس مسلوقة ومتحمرة والبامية ويكا والرقاق طري وجميل زي الفل. ماشي. وادي الشطة المشوية وجبنة حادقة دي جبنة من الصعيد. ماشي. والخضرة الخس والبصل. ما شاء الله ما شاء الله حاجة زي الفل. ما تنسوش اللايك يا حبايبي. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونشوفكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين.